هل ممكن تتخيل إن في ملك قدر يواجه جيش إمبراطور كان بيحكم تقريباً ربع سكان العالم وقتها وما استسلمش حتى لو خسر كل حاجة؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. قصتنا عن راجل اسمه مهارانا براتاب، حاكم مملكة ميوار الراجبوتية في الهند في القرن ال16. ميوار دي كانت منطقة مهمة، والإمبراطورية المغولية اللي كانت تحت حكم أكبر كانت مسيطرة على أغلب شمال الهند، صح؟ بالظبط. أكبر كان إمبراطور جبار وعايز يخضع كل الممالك الراجبوتية، وغالبية الأمراء الراجبوت وافقوا يشاركوا في حكمه أو على الأقل يدفعوا الجزية. بس براتاب رفض، ودي كانت نقطة تحول. إزاي قدر يقف قدام قوة زي أكبر؟ براتاب شاف إن الاستسلام ده يعني نهاية استقلال مملكته، ولما أكبر بعت له رسائل ووفود عشان يسلم، براتاب رفض بإصرار شديد. الرفض ده أكيد خلى أكبر ياخد قرار حاسم بإنهاء المقاومة دي بالقوة. حصل سنة 1576 ميلادياً، أكبر جهز جيش ضخم جداً عشان يسحق التمرد ده. طب إيه حجم الجيشين؟ أكيد في فرق كبير في العدد والعتاد. جيش الإمبراطورية المغولية اللي كان بيقوده مانسينج الأول، وده كان أمير راجبوتي بس حليف لأكبر، كان بيوصل لحوالي 80 ألف مقاتل. يا نهار أبيض، 80,000! وده رقم مهول. وبراتاب كان معاه كام؟ براتاب قدر يجمع حوالي 20 ألف مقاتل بس، أغلبهم من الراجبوت والبيهل اللي هم سكان الجبال الأصليين، وكانوا مستعدين يموتوا عشان أرضهم. يعني 4-1، معركة غير متكافئة بالبرة. وسمعت إن المعركة دي كانت في ممر جبلي ضيق؟ أيوة، المعركة حصلت في منطقة اسمها هالديجاتي، وهو ممر جبلي، ودي كانت خطة براتاب عشان يلغي ميلة التفوق العددي لجيش أكبر. ذكاء عسكري عشان يخلي المواجهة تبقى فردية أكتر وما تعتمدش على الترتيبات الكبيرة للجيش الضخم. وده اللي حصل. المعركة كانت ملحمة من أول يوم. براتاب كان على حصانه المشهور تشيتاك وقاتل بكل شجاعة، لدرجة إن في قصص بتقول إن براتاب وصل لقائد الجيش مانسينج وحاول يقتله بنفسه. دي حقيقة. كانت براتاب ينجح في قتل مانسينج لولا إن الفيل اللي كان راكبه مانسينج أنقذه، لكن الحصان تشيتاك اتصاب إصابة خطيرة في المعركة. إيه النهاية الدرامية دي؟ الحصان الأسطوري تشيتاك اللي بيحبوه الراجبوت. بعد قتال استمر حوالي يومين، ورغم البطولة الأسطورية لبراتاب ورجالته، التفوق العددي بدأ يحسم الأمر. معنى كده إن براتاب اتهزم في المعركة دي؟ بالورق أيوة، المغول سيطروا على الأرض بعد المعركة، لكن الأهم هو اللي حصل بعد كده. إيه هو؟ براتاب رفض الاستسلام التام، انسحب هو واللي فاضل من جيشه للجبال والغابات، وبدأ حرب عصابات ضد المغول. تحول تكتيكي ذكي جدا عشان يحافظ على روحه والمقاومة شغالة. براتاب عاش سنين طويلة في الجبال، كان بياكل من جذور النباتات والفاكهة، وبيعيش حياة صعبة جدا هو وأسرته. لكن ده خلاه بطل شعبي، رمز للصمود والكرامة. بالظبط. مقاومته دي هي اللي خلت كل أمراء الراجبوت بعد كده يعتبروه رمز للمقاومة. راجل ضحى بكل رفاهية الملك عشان استقلال بلده. يعني هو فعلا خسر المعركة، لكن كسب الأسطورة الخالدة والكرامة. أكبر قدر يسيطر على كل شيء تقريباً، لكنه عمره ما قدر يكسر إرادة براتاب. قصة عظيمة بتورينا إن قوة الإرادة أغلى من قوة الجيوش. وهنا خلصت حكايتنا. استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.